في عشرينيات القرن الماضي، رجل من الريف المغربي يربك أعظم إمبراطورية على وجه الأرض. جيوش فرنسا وإسبانيا، آلاف الجنود والطائرات، ومع ذلك يهزمون أمام قائد لم يتلقى تدريبا عسكريا رسميا. إنه محمد بن عبد الكريم الخطابي، الرجل الذي غير قواعد الحرب إلى الأبد. لم يكن الخطابي جنرالا تقليديا، بل كان خريج جامعة القرويين وصحفيا ومترجما لدى الإدارة الإسبانية. لكن حين رأى القرى المغربية تقصف وتحتل، قرر أن يقود حربا بأسلوب جديد، فأسس جيشا صغيرا من أبناء الريف، وبدأ بتعليمهم حرب الحركة والكمائن بدل المواجهة المباشرة. في زمن كانت الجيوش تعتمد على الصفوف النظامية والمدفعيات الثقيلة، ابتكر الخطابي ما سمي لاحقا بحرب العصابات. لم يكن جيشه يملك مدفعيات أو طائرات، ولكنه اعتمد على التحرك السريع والمباغتة. الجنود لا ينتظرون الأوامر من القيادة العليا، بل يتصرفون وفق الموقف. توحيد القبائل تحت هدف واحد. لأول مرة في تاريخ الريف وحدت القبائل المتنازعة تحت راية المقاومة. الخطابي لم يكن زعيم حرب فقط، بل مهندس وعي جديد. جعل من الجبال والغابات حصونا طبيعية كانت قواته تضرب وتختفي، ما جعل الإسبان عاجزين عن تحديد موقعه. أنشأ جريدة تافسوت وأرسل رسائل للعالم ليعرض القضية المغربية، أي أنه خاض حربا نفسية ودبلوماسية قبل أن تعرف بهذا الاسم. بعد نفيه إلى جزيرة رينيون، أصبح الخطابي مرجعا في فنون المقاومة. وفي القاهرة خلال الخمسينات التقى بزعماء التحرر من إفريقيا وآسيا، وكان من بينهم جمال عبد الناصر وهو شي منه وتشي غيفارا. ماو تسي تونغ نفسه اقتبس من تكتيكاته مبدأ اضرب تراجع أعيد التنظيم ثم ضرب من جديد. كثير من مدارس الحرب الحديثة تعتبره أول من نظر لحرب العصابات، قبل حتى نشر كتاب فن الحرب الثوري لغيفارا بسنوات طويلة. إرث عبد الكريم الخطابي ليس فقط عسكريا، بل فكريا أيضا. لقد أثبت أن الفكر والعقيدة يمكن أن يهزم القوة العسكرية. اليوم تدرس معركة أنوال في الأكاديمية العسكرية كمثال على كيف يمكن لجيش صغير أن يسقط قوة استعمارية عملاقة. ومع ذلك ما زال الرجل غائبا عن المناهج الدراسية، كأن التاريخ يخاف من عبقريته أكثر من أعدائه. عبد الكريم الخطابي لم يكن فقط بطل الريف، بل أحد الذين غيروا مسار الحروب في القرن العشرين. حربه لم تنتهي بالبنادق، بل بدأت بفكرة، وفكرته كانت أن الحرية تنتزع بالعقل قبل السلاح.